الوضع الروسي الأوكراني أصبح سيء جدا، ومن سيء إلى أسوأ. يعني إيه؟ هقول لحضرتك. في منذ أكثر من 40 يوم أو 45 يوم قتال عنيف يدور حول أو داخل مدينة اسمها مدينة بخموت. هذه المدينة تعتبرها القوات الروسية مدينة استراتيجية، وكانت بشتى الطرق تحاول أن تسيطر على هذه المدينة، لأن هذه المدينة تعتبر هتبقى بداية الطريق إلى مدن أخرى استراتيجية وهامة، وخاصة العاصمة الأوكرانية كييف. دفاعات قوية جدا من القوات الأوكرانية، أسلحة متطورة غربية، أحدث أسلحة غربية نزلت أوكرانيا. أوكرانيا تدمرت تماما، الجيش الأوكراني أنهك تماما، الجيش الروسي أنهك، ولكن ما زال الجيش الروسي كجيش نظامي روسي مش هو اللي بحارب. اللي بحارب عبارة عن ميليشيات اسمها فاغنر، ميليشيات تعتبر ميليشيات مأجورة تستقبل الامدادات العسكريه والخطط العسكريه وتنفذ على الطبيعه، ودي هي لها قصه تانية خالص، مش عايز اضيع على حضراتكم الوقت. ولكن انتصروا على اوكرانيا ودمروا الجيش الاوكراني. نسبه اكثر من 60% اتدمر من الجيش الاوكراني، اكثر من 80% من البنيه التحتيه، اكثر من 80% المصالح الحكوميه والمنشآت الاوكرانيه. فعلا اوكرانيا تدمرت تماما، وللاسف الشديد سبب من أسباب دمار أوكرانيا الأمريكان أو حلف الناتو لكي يضعفوا أو يهلكوا أو يجهدوا الاقتصاد الروسي والقوات العسكرية الروسية. لذلك يمد أوكرانيا بأحدث الأسلحة، أحدث المقاتلات، أحدث الخطط، أحدث نقول الأجهزة الاستخباراتية تعمل، الأمريكية والغربية جميعها يعمل لصالح أوكرانيا. الأقمار الصناعية كلها تعمل لصالح أوكرانيا. الخطط العسكرية ما يقوم به الأوكرانيون ليس من خططهم الشخصية أو خطط عسكرية خاصة بقواتهم أو بالجيش، ولكن أغلبها أو جميعها غربية بالأقمار الصناعية الغربية والخطط الغربية، لأن أوكرانيا تحارب إنابة عن الغرب، تحارب روسيا إنابة عن الغرب حتى آخر جندي. وللأسف تدمرت أوكرانيا تماما، وليس لصالح الغرب أو صالح أمريكا تحديدا وقف هذا القتال أو التفاوض. في فرص كتير جدا كان ممكن يتفاوض زيلينسكي مع بوتين أو إحدى الأطراف مع بعضهم، ولكن أمريكا لا ترغب في ذلك، لأن كلما طالت الحرب كلما استنفذت القوة العسكرية الروسية والاقتصاد الروسي. هم ده عايزين كده، بين أكتر من 40 دولة بتمد أوكرانيا. يعني النهاردة روسيا بتحارب أكتر من 40 دولة. روسيا كل يوم عن اليوم اللي قبل منه بتنزل أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، وآخرهم أقوى منظومة دفاع جوي أمريكية اسمها باتريوت، ادتها أمريكا لأوكرانيا، اتدمرت بصاروخ روسي. ودي حدث ضجة كبيرة جدا داخل العسكرية الغربية والعسكرية الأمريكية، إن منظومة صواريخ ثمنها القطعة الواحدة أو المنظومة الواحدة سعرها ما يقرب من $1,000,000 تدمر بصاروخ روسي، مما أثبت فشل ذريع لهذه المنظومة، زيها زي المنظومة الإسرائيلية اللي اتدمرت بالصواريخ البدائية الفلسطينية. الوضع سيء وكل يوم بيزيد أسوأ، وأمريكا كل تفكيرها إضعاف وإنهاك الجيش الروسي، وإن الحرب دي ما تخلص ويمتد أمد الحرب إلى سنوات. كلما امتدت من وجهة نظرهم كلما أنهك الجيش الروسي. هم مش عايزين الحرب تقف أو تنتهي، مش عايزين توقف، مش عايزين تفاوض. لو عايزين تفاوض كان في أكتر من فرصة حدثت. يعني الرئيس الصيني قدم خطة للتفاوض،
ومقترح، والسعودية قدمت قبل كده وبعض الدول قدمت، ولكن أمريكا مش عايزة الكلام ده، عايزة تفضل الحرب مستمرة على جثث الأوكرانيين. ده الوضع الحالي الروسي الأوكراني. أنا مش عايز أطلع على حضراتكم، ولكن الوضع سيء وكل يوم أسوأ. حفظ الله الإسلام والمسلمين، واللهم اضرب الظالمين بالظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.